ملي كتصفر الصافره ديال نهايه الماتش اغلبنا كيقول صافي كلشي سالا، يا اما فرحانين يا اما مقلقين. ولكن في بعض الحالات هذيك هي اللحظه اللي عاد كيبدا فيها ماتش من نوع اخر تماما. ماتش ما كيتلعبش فوق العشب ولكن في المكاتب، في الكواليس وقدام اللجان القانونيه. وهذا الشيء بالضبط هو اللي وقع في واحد النهائي ديال كأس إفريقيا اللي غادي يبقى محفور في التاريخ. النهائي اللي جمع بين المغرب والسنغال. فجأة التنافس الرياضي تحول لملف قانوني شائك ومعقد. في هذا الشرح ديالنا غادي نحاولوا نفهموا خطوة بخطوة كيفاش ماتش ديال الكرة قدر يولي قضية قانونية بهذا الحجم، وغادي نغوصوا في الأسرار اللي تخبات بين السطور ديال تقارير الحكام والشكايات الرسمية. إذا السؤال الكبير اللي كيطرح راسه هنا ماشي هو شكون اللي يربح الكاس فوق التيران، لا. السؤال هو كيفاش واحد العرس كروي كبير بحال نهائي قاري فجأة كيتقلب ويولي ساحة ديال المعارك القانونية والاتهامات. شنو هو داك السبب، ديك الشرارة الصغيرة اللي شعلت هذه العافية كلها وخلات القضية تخرج من الملعب وتوصل لأعلى الهيئات الكروية في العالم؟ يلا بينا نرجعوا شوية بالوقت ونحاولوا نركبوا القطعة ديال هذا البازل باش نفهموا القصة كاملة. باش نفهموا هاد القضية من كاع الجوانب ديالها غادي نقسموا الطريق ديالنا على 4 ديال المراحل. أول حاجة غادي نرجعوا لديك اللحظات الحاسمة فوق التيران ونشوفوا ديك الفوضى كيفاش بدات. من بعد غادي ندوزوا الجانب القانوني ونفتحوا كتاب القوانين ديال الكاف ونشوفوه اش كيقول بالضبط. في المرحلة الثالثة غادي نرجعوا للأرشيف ونشوفوا واش عمرها وقعت شي حاجة بحال هادي. وفي الأخير غادي نحاولوا نهزوا ستار على داكشي اللي كان كيوقع في الكواليس. مستعدين؟ يلا بينا نبداو. يلا هنرجعوا بذاكرتنا لديك ليلة 19 يناير. تخيلوا معايا الأجواء، ملعب عامر حتى للجنب، أصوات الجماهير، الأعلام والحلم ديال التتويج القاري اللي كان على أكتاف اللاعبين. كل شيء كان كيتسنى يشوف ماتش كبير، ماتش ديال الكرة للتاريخ. ولكن على حساب الرواية اللي كان في الملف القانوني المغربي، داكشي اللي وقع كان أكبر وأخطر من مجرد توتر عادي ديال الماتش. كانت فوضى، ولكن مش أي فوضى، بل فوضى اللي كتبان مدروسة وعندها هدف واضح. وهنا فين كاينه النقطة المحورية في القضية كلها. الملف المغربي كيقول باللي داكشي اللي شفناه ما كانش مجرد صدفة أو ردة فعل عفوية على شي حدث في الماتش. الرواية كتهضر على واحد التحرك اللي كان جماعي ومنسق، يعني ماشي غير لاعب ولا جوج، بل المنتخب السنغالي ككل، اللاعبين، الطاقم التقني والطبي وحتى الجماهير ديالهم كانوا كاملين جزء من خطة لخلق واحد الجو ديال الفوضى الشاملة. والهدف من هادشي كامل على حساب نفس الرواية ما كانش رياضي بالمرة. وهنا فين المسألة كتولي جدية وخطيرة بزاف. هاد الجملة مقتبسة بالحرف من قلب الملف القانوني المغربي وكتلخص كل شيء. هنا ما بقيناش كنهضروا على شوية ديال الضغط ولا التشويش العادي اللي كيوقع في الماتشات الكبيرة، لا. هنا كنهضروا على واحد الاستراتيجية اللي كان الهدف المباشر ديالها هو التأثير على التركيز ديال اللاعبين المغاربة. تخيل راسك في بلاصتهم، لاعب في نهائي قاري والمحيط ديالك كامل من الخصم مصمم باش يخرجك من الماتش ذهنيا ونفسيا. وهذا الشيء ماشي غير احساس، هذا الشيء وقع قدام الكاميرات وامام اعين الجميع. مزيان، دابا من بعد ما رسمنا الصوره ديال الاحداث اللي وقعت فوق التيران، جا الوقت باش نحيدوا العواطف على جنب وندوزوا للورق، للجانب اللي ما فيهش نقاش، القانون. حيت في الاخير لجان التاديبيه ما كتحكمش بالانطباعات، كتحكم بالنصوص والمواد القانونيه. إذن شنو هو السلاح القانوني اللي استعملوا المغرب في هذه المعركة؟ يلا هنكتشفوا مجموعين. شوفوا معايا هذا الرقم مزيان، 17 زائد 17 دقيقة. هذه ماشي غير مدة زمنية عادية، لا، هذه هي القنبلة الموقوتة اللي تفجرات في قلب هذا الملف القانوني. تخيلوا معايا أكثر من ربع ساعة منتخب كامل في النهائي ديال كأس إفريقيا خارج من الملعب والحكم ما عطيه حتى شي إذن. راه غير الفكرة ديال أنك تخرج من التيران براسها تعتبر خط أحمر في قانون الكرة. ولكن ملي كتزيد عليها هذه المدة الطويلة ديال 17 دقيقة، هنا الخطأ كيتحول لخرق قانوني خطير وصارخ. وهنا في الملف المغربي لقى واحد الأساس اللي هو صلب بزاف باش يبني عليه الشكاية ديالو. وهذه هي المادة اللي عليها العمدة، المادة 82 من القوانين ديال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، واضحة وضوح الشمس. كتقول بالحرف الواحد وبدون أي مجال للتأويل أن أي فريق دار واحد من هذه التصرفات، يا إما رفض يكمل اللعب أو غادر أرضية الملعب قبل ما يعلن الحكم على النهاية الرسمية للمباراة، وبطبيعة الحال بدون إذن من الحكم، هذا الفريق يعتبر خاسر للمقابلة قانونيا. ما فيهاش يمكن أو ربما، القانون صريح ومباشر. بناء على هذا الشيء، الطلب ديال الملف المغربي كان بسيط، واضح ومنطقي: طبقوا القانون. ماشي شي حاجة جديدة ولا طلب استثنائي. الملف كيقول ببساطة: عندنا فعل واضح وموثق،
مغادرة الملعب لأكثر من 17 دقيقة بدون إذن، وعندنا قانون واضح وصريح المادة 82 كيعاقب على هذا الفعل. إذن النتيجة الوحيدة الممكنة هي اللي كينص عليها القانون، اعتبار المنتخب السنغالي خاسر للمباراة. هذا هو المنطق القانوني البسيط والصارم. ولكن ملف المغربي ما حبش غير عند المادة 82 باش يزيد يقوي الموقف ديالو والحجة القانونية ديالو. مشى قلب في الارشيف ديال الكرة الإفريقية. علاش؟ حيت في العالم ديال القانون تاريخ مهم بزاف، السوابق القضائية، يعني كيفاش تحكم في الحالات اللي كتشبه لهذه من قبل، كتخلق واحد القاعدة اللي كيتعتمد عليها في المستقبل. والسؤال اللي طرحه الملف هو واش هذه أول مرة كديرها السنغال؟ الجواب اللي لقاوه كان مفاجئ وصادم، لا وماشي غير مرة واحدة. الملف جبد جوج ديال الحالات السابقه اللي كتشبه بزاف لهذه الحاله واللي كانت تطرف فيها السنغال. الاولى كانت 2004 ضد تونس، ملي السنغال احتاجت على هدف وهدات بالانسحاب من الماتش. ديك الساعه الحكم كان حاسم وطبق القانون في البلافا. والحاله الثانيه واللي كانت اخطر بزاف كانت في 2012 ضد الكوت ديفوار، ملي المنتخب السنغالي سحب فعليا من الملعب، وهذا الشيء تسبب في شغب كبير من الجماهير. النتيجة ديك الساعة كانت قاسية، الإقصاء المباشر وعقوبات شديدة. الرسالة اللي بغى يوصلها الملف من خلال هذه السوابق واضحة، القانون راه ديجا طبق على نفس المنتخب في نفس النوع ديال الأفعال، وعلاش ما غاديش يطبق هذه المرة؟ مزيان. دابا الصورة القانونية والتاريخية بانت لنا واضحة، عندنا فوضى، عندنا خرق للقانون، وعندنا سوابق تاريخية. ولكن وخا هكاك العقل كيبقى حاير. علاش؟ شنو هو الدافع اللي يخلي منتخب وصل للنهائي ديال كأس قارية يخاطر بكل شيء ويدير فعل بحال هذا؟ هنا في القصة كتولي أكبر من مجرد كورة وقانون. هنا في الملف كيهز الستار على واحد الحرب أخرى، حرب ديال الكواليس اللي ما كانتش كتبان في الشاشات. وهنا وصلنا للقسم الأخير والأكثر إثارة للجدل في هذا الملف كامل. في هذا الجزء الرواية كتخرج من الإطار الرياضي الصرف وكتدخل العالم المعقد ديال السياسة الكروية والحملات الإعلامية والصراعات الخفية. الملف كيدعي أن داكشي اللي شفناه فوق التيران ما كانش غير ردة فعل عفوية لحظة غضب، بل كان هو الحلقة الأخيرة في واحد السلسلة طويلة ديال الأحداث اللي بدات قبل ما يتلعب الماتش بوقت طويل. الكلمات اللي استعملها الملف هنا قوية وعندها دلالة كبيرة، حملة خبيثة وممنهجة. هذه ماشي مجرد اتهامات عادية، هذه كتلمح لوجود واحد النية مبيتة وخطة مدروسة مسبقا. على حساب هذه الرواية، المدرب السنغالي ما جاش المغرب غير باش يلعب الكرة وينافس على اللقب، بل كان جاي وهو حامل واحد المشروع آخر، مشروع بدا كيطبقه من أول لحظة حط فيها رجليه في المغرب. والخطة ديما على حساب رواية الملف كانت عندها محاور واضحة. أولاً التشكيك في النزاهة ديال الحكام باش يتم الضغط عليهم قبل الماتش. ثانياً محاولة ضرب المصداقية ديال الكاف ككل من خلال الترويج لفكرة أن الجامعة المغربية هي اللي كتحكم فيها من وراء ستار. وثالثاً التشكيك في القدرة ديال المغرب على التنظيم والأمن. والهدف النهائي من هادشي كامل هو خلق واحد الجو اللي هو مشحون ومتوتر لدرجة أن أي شرارة صغيرة تقدر تشعل عافية كبيرة، وبالتالي يكون عندهم مبرر لأي تصرف غير رياضي ممكن يديروه في النهائي. وهنا فين القصة كتدخل لواحد المستوى آخر، بحال شي فيلم ديال المؤامرات والسياسة. الملف المغربي ما كيوقفش غير على الأحداث، كيحاول يجاوب على السؤال المحوري: علاش هادشي كامل؟ والرواية ديالو كتربط كل شيء بالصراعات ديال الكواليس والسياسة الكروية. كتهضر على أن الدافع الأصلي كان هو صراع على واحد المقعد مهم في المجلس ديال الفيفا، مقعد اللي خسروا الاتحاد السنغالي. ولكن الجزء الأكثر خطورة في الملف هو الاتهام المباشر والصريح اللي كيوجهه. الملف كيقول، وكنأكد أنني هنا كنقل فقط شنو جا في الملف، كيقول أن هذه الحملة ديال الإشاعات بداتها الجزائر وتم التمويل ديالها في وسائل الإعلام اللي كتهضر بالفرنسية، واللي نفذها على أرض الواقع هو المدرب السنغالي والمساعد ديالو اللي هو جزائري. طبعا خاصنا نكونوا واضحين، هذه اتهامات خطيرة وثقيلة بزاف، وهي الرواية اللي كاينة في الملف القانوني المغربي، ماشي بالضرورة حقائق اللي هي مثبتة قضائيا. وهكذا كنلقاو راسنا قدام جوج ديال الأوجه لنفس العملة. الوجه الأول هو الوجه ديال القانون اللي هو صارم وبارد، عندنا 17 دقيقة ديال المغادرة، عندنا المادة 82 اللي كتعاقب عليها، وعندنا سوابق تاريخية كتأكد هذا الشيء. والوجه الثاني هو الوجه ديال السياسة والكواليس المظلمة، حملات الإعلامية، صراعات على المناصب واتهامات بالتآمر. جوج ديال الروايات، جوج ديال القصص، وكل واحدة فيهم كتقدم لنا حقيقة مختلفة تماما على الأخرى. وهنا فين كيتسالي الشرح ديالنا اليوم، ولكن القضية كتبقى مفتوحة والملف مازال ما تسدش. السؤال الأخير اللي كيطرح نفسه بقوة هو شنو اللي غادي يغلب في الأخير؟ واش غادي تكون الغلبة لقوة النص القانوني وصرامة المادة 82، ولا غادي يتم النظر للسياق السياسي المعقد ورواية الكواليس اللي كتهضر على ضغوطات ومؤامرات؟ القرار النهائي كيبقى في يد اللجان القانونية ديال الكاف والفيفا، وهو قرار اللي غادي يورينا شكون اللي كيحكم كرة القدم الإفريقية بصح، قوانين اللعبة ولا لعبة القوانين.